عشان نبقى متفقين، اصور ما اصورش دي حاجه ترجع لي. التليفون دي بتاعي، السبوره اللي انا قدامها ديت ملكي. تعالوا نبدا. اهلا بيكم. دلوقتي هنعرف ازاي ننسب ملكيه الشيء لشخص وهيكون حد قفش. يعني لما اقول لك مثلا الحاجه دي بتاعته هو، الحاجه دي بتاعتها هي، الحاجه دي بتاعتك انت، الحاجه دي بتاعتي انا. ازاي بقى نقولها بالانجليزي؟ تعالوا نبدا. اهلا بكم مره ثانيه. دلوقتي هناخد مع بعضنا الباسيف ادجكتيفز، صفات الملكيه. ايا كان الاسم بالعربي بالانجليزي ما يهمناش في حاجه. في اللغه العربيه عندنا لما بتقعد تنسب ملكيه حاجه لحد بتضيف له ضمير ملكيه. يعني مثلا عايز اقول البيت دي بتاعي انا، بقول ايه؟ بيتي، بيتك. عملنا ايه؟ ضفنا ضمير ملكيه، سواء الياء سواء الكاف، ايا كان الشخص اللي هنسيب له الحاجه دي. في الانجليزي نفس الكلام، هنضيف برضه ضمير ملكيه، بس مش هنقول مثلا بيت يعني ايه هاوس، مش هنقول هاوسي، هاوسك، لا، ضمير الملكيه هيجي قبل الكلمه. تمام؟ طيب اللي احنا متعودين عليه هو مثلا نقول ايه؟ ان البيت دي بتاعي انا، فانت بتترجمها ازاي؟ بيتي يعني هاوس، وبيت بتاعي انا يعني اي، واي بنحولها لماي، فماي هتبقى ماي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على العقد وحل الالغاز. ايه دي؟ لا مفيش الكلام ده. هنعرف الحاجه بترجمتها ونقولها على طول. تعالوا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها هي ماي. ماي معناها المملوك لي. يعني بقول لك ماي فون معناها التليفون المملوك لي. بس هي دي فكره الدرس. تعالوا نكمل. بعد كده عندك your معناها المملوك لك. يعني لما اقول لك your money، الفلوس المملوكه لك، فلوسك. بعد كده عندك his معناه المملوك له، لشخص عاقل مش موجود، يعني الحاجه دي بتاعته هو. اقول لك مثلا his bag، الشنطه المملوكه له، الشنطه بتاعته. بعد كده عندك her معناه المملوك لها هي بقى. يعني اقول لك مثلا her dress is yellow، الفستان بتاعها، الفستان المملوك لها اصفر. عندك تاني our معناه المملوك لنا. يعني لما اقول لك this is our house، ده بيتنا، البيت المملوك لنا كلنا. عندك تاني اتس دي مملوك لشيء غير عاقل. يعني لما اكون بتكلم مثلا عن قطه واقول لك اتس، المخالب بتاعتها خطيره، المخالب اللي هي الضوافر. تمام كده؟ طيب عندك تاني يور ايه دي؟ احنا مش لسه واخدينها المملوك لك؟ ما هي برضه يور معناه المملوك لكم، دي كنا واخدينها برضه الحصه اللي فاتت مع شرح يو، سواء انت وانتم، دي كنا واخدينها الحصه اللي فاتت. يور معناه المملوك لكم. يعني لما اقول لك your shoes are out، الجزم بتاعتكم بره. انا كده بخاطبكم كلكم اهو. تمام؟ يور معناه المملوك لكم. عندك في الاخر their معناه المملوك لهم. it's their ball، الكوره المملوكه لهم، الكوره بتاعتهم. بس كده، هو ده درس النهارده، انك تعرف ترجمه الضمير. ده هيسهل عليك اي حاجه بدون بقى حل عقد ولا جهاز وتقعد تفكر وتقول ايه وما تقولش ايه والكلام ده. تمام كده؟ بس لو فهمت اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما فهمتش اعمل شير، ولو عندك اي سؤال اكتب في التعليقات وانا برد عليك، ولو لك اي حد عايز تفيده ممكن تعمله منشن. سلام.